أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج حديث الديرة. ضيف حلقة حديث الديرة اليوم الشاب ابن مدينة الطيبة رشاد حج يحيى. رشاد حج يحيى ابتكر جهازا يشخص ما بين السولار والبنزين عند التعبئة. إذا هناك حصل أي خطأ الجهاز يحذر السائق إذا كان هناك خطأ في تعبئة نوعية السولار أو البنزين. وهذا الابتكار ابتكار عالمي ومسجل لعام واحد في المرحلة الأولى في الولايات المتحدة. أهلا وسهلا رشاد حج يحيى. يعني في البداية طبعا نهنئك على هذا الابتكار العظيم كشاب ابن مدينة الطيبة. ابتكرت جهاز عالميا لتشخيص إذا كان هناك خطأ ما بين السولار والبنزين. السولار والبنزين مظبوط. نعم. من أين أتت الفكرة في البداية؟ الفكرة أجت من 3 سنين تقريبا 4 سنين. أجت الفكرة، كان في لي شخص عزيز بيشتغل في محطة بنزين اللي هو أخوي. نعم. عبى في سيارة بنزين بدل الديزل. نعم. وفكرت في الموضوع شوي. نعم. بتعرف في أوقات الواحد من المشاغل والشغل اللي بيبقى فيه، وعندي شغل بتفكر في الاشي وبعدين خلاص بتنيمها بتهمله بتحطه في سلة المهملات. نعم. لا، قبل فترة فكرت في الموضوع. نعم. بجدية أكثر، فعملنا تشخيص في العالم كله إذا في إشي من هالنوع أو فيش إشي. جهاز يشخص نعم. السولار من البنزين. نعم. البنزين من السولار. نعم. في أجهزة قبل التعبئة وانت نعم. بتعبي السيارة مثلا. هسه بتعبي في كتير عندك ناس اللي بيغلطوا. نعم. بعبوا بنزين بدل سولار في السيارة. صحيح. هذا بكلف كثير طبعا بكلف آلاف الشواكل. نعم. والفكرة اجت من هاي المصطلح انه كيف في اشي فيش اشي من هالنوع. نعم. فعملنا تشخيص في العالم كله بسموه بين هلالين سركات باتنت. نعم. عملناه في العالم كله وطلع انه فيش شيء. بحث الابتكار. ايوه، بحث قبل الابتكار. قبل الابتكار. نعم. فطلع فيش شيء من هالنوع. فيش شيء في كل العالم. في كل العالم. نعم. فيش شيء من هالنوع. كان الاشي يعني صادم شوي انه كيف اشي من هالنوع فيش زيه في العالم. واخذت الموضوع على محمل الجد وبلشت نشتغل على الموضوع. نعم. فقعدت مع شركة اللي هي الشركة اللي هي توب باتنت. نعم. شركة من أكبر الشركات في البلاد. نعم. اللي هي بتعمل وتمشيك درجة لحد ما تطلع أنت الجهاز نفسه. فقعدنا مع مهندسين. نعم. وبدينا نرسم في الجهاز نفسه. تم تخطيط ورسم الجهاز. تم تخطيط ورسم الجهاز. نعم. في السرعة في خلال الشهر. نعم. فقدمنا الجهاز والرسم البياني والخارطة للباتنت في نعم. أمريكا. الابتكار في أمريكا. وأخذنا عليه حصري على اسم رشاد حج يحيى. هو صاحب الفكرة وهو صاحب الابتكار في العالم. وهسه احنا خلصنا المرحله الاولى وتمت بنجاح. طبعا اللي انهيته انت طبعا التسجيل كمسجل الابتكار حصري لرشاد حج يحيى في الولايات المتحده. هاي المرحله الاولى. نعم. المرحله الثانيه احنا هسه بنجهز نفسنا لانه نصنع الشكفه نفسها. الجهاز نفسه. نعم. مع التجارب انه يكون ماخذ يعني خبرة لا، انه يشخص يبقى جاهز للتشخيص للسوق. نعم. يعني انت في بداية بناية وصنع الجهاز بمراحله الأخيرة من تشخيص الأخطاء إذا كان ديزل أو بنزين. نعم. أيوة، في التشخيص الأخير. وإحنا نعم. وصلنا لمرحلة جيدة جدا. نعم. إنه الإشي متقدمة. إنه نعم. الكينا كل السنسور اللي بين هلالين حيشانين مجسات. نعم. ايوه بالعربي مجسات. نعم. وبخلال مجسات الفحص طبعا. ايوه، عملنا عليهم اختبار
قبل اسبوعين. نعم. عملنا اختبار والاختبار نجح. نعم. وهسه احنا بندور على شركه اللي بتبني لنا الجهاز نفسه بعد الاختبار هذا، انه نجمع الجهاز كجهاز اللي يكون تقني. ايوه، ونجربه على السيارات، ومن ثم ان شاء الله الى السوق السوق المحلي والعالمي. السوق العالمي. نعم. المرحله اللي طبعا هي مهمه جدا، انت بطبيعه الحال يعني عامل من الطبقه الوسطى، انت لست رجل اعمال، وهذا شيء مكلف كثيرا، وطبعا يتطلب المصاريف الباهظه مشان انت تخرجوا لحيز التنفيذ وللسوق. انت لوحدك حتى هذه اللحظات؟ حتى هاي اللحظات أم هناك مبادرين ايضا رجال اعمال سيقومون او سيشاركون رشاد حج يحيى في هذا الابتكار لتسويق هالجهاز؟ احنا لهي اللحظه اللي وصلنا لها احنا قطعنا مرحله كبيره جدا، وصلنا اللي احنا الوضع اللي احنا قاعدين فيه. نعم. طبعا بدعم من اصحاب. نعم. دعم معنوي، دعم من العيله، دعم معنوي ودعم مادي برضه لوصلنا هاي المرحله. نعم. فيها تكلفه كانت. نعم. وعندنا هسه في شركات، في عندنا ناس مش بس شركات، في ناس اللي هي بتحب تفوت في مشاريع من هالنوع بمفاوضات انت اسهم. انت بمفاوضات مع مبادرين ورجال اعمال لدخولهم طبعا لسوق او لتجاره هذا الجهاز عالميا 100%. احنا محبذ لنا طبعا انه يكونوا من عندنا من الوسط العربي. نعم. اللي يفوتوا معنا بالمشروع، لانه مشروع ان شاء الله فيش اشي ناجح 100% بالحياه، بس صحيح. مشروع انه فكره جيده، مشروع نعم. حلو، نسبه نجاحه عاليه جدا. نسبه نجاحه عاليه جدا. نعم. احنا بنقعد مع مهندسين، بنقعد مع الشركات لتطوير الجهاز في المستقبل. نعم. طبعا اللي بدهم يفوتوا معنا بدهم يكونوا على يقين على انه المشروع بده ياخذ شويه وقت. نعم. مش وقت يعني بين هلالين سنين، المشروع باذن الله خلال سنه بيبقى نازل في السوق العالمي. اقل من سنه. اقل باعتقادي، لانه في المراحل انت يعني متقدمه جدا. نعم. مزبوط. احنا مرحله متقدمه جدا، وفي ناس اللي بدات تبادر، وفي ناس بدات تفوت معنا هسه في المشروع من ناحيه ماديه كمان. وتفاوضنا، في عندنا مفاوضات هسه، في عندنا شركه في حيز بنقدم شركه هسه انه بدنا نفتح شركه. قدمنا للشركه هاي، فتحنا الشركه. شركه مسجله رسميا يعني. شركه مسجله رسميا. نعم. اللي بده يفوت فيها اسهم، وكل واحد طبعا بده يفوت معنا بالمشروع في له اسهم للشركه هاي. نعم. هسه امبارح كانت لنا جلسه مع ناس اللي هم شخصيات مبادره، وان شاء الله على الايام القريبه الاسابيع ولا شيء تسكر بعد مع اي شخص من المبادرين. احنا مفاوضات تفاوضنا، لانه في اسهم اللي بدهم اسهم، في ناس طبعا دفعت اللي بدها اسهم كثيره، في ناس اللي بدها اسهم اقل، فإن المفاوضات ما زالت جاريه يعني. ما انتهى شيء، ما تسكرش شيء حاليا. نعم. وانت بتفضل طبعا، هي شخصيات اللي انا فهمته من خلال حديثك قبل البرنامج، شخصيات من الوسط اليهودي، وانت بتحبذ من الوسط العربي رجال اعمال ومبادرين يدخلوا معك في هذا المشروع 100%. وطبعا اكيد راح يدرسوا الموضوع قبل اي دخول او اي ابحار في هذا المجال. فيش شيء بدون دراسه. ما فيش ولا شيء بدون دراسه. صحيح. في عندنا مشروع، في عندنا احنا هون ابتكار، في عندنا تجهيز، في عندنا شركات اللي بتفوت معنا، في عندنا الشركات اللي هي الزميم مبادرين. نعم. اللي كل شيء مفتوح. مستثمرين كل شيء. نعم. مفتوح. يعني المجال مفتوح. أنت كل المجال مفتوح أمام كل من يريد، بإمكانه الاتصال برشاد حج يحيى حول هذا الابتكار. وهذا ابتكار ليس محلي وإنما عالمي، يعني على مستوى عالمي سيقومون بتسويقه، مش بس في عندنا في البلاد، بكل العالم. ابتكار واحد هو الابتكار الوحيد في العالم كلها، اللي هو بشخص البنزين من السولار. اللي في عندك أغلاط كتير، لما الواحد بيجي يعبي سيارته السولار بعبوا له اياها بنزين، فاحنا بنمنع هاي يعني اذا صار خطا في الهند وهذا الجهاز هناك موجود وشخص هاي الحاله، هذا جهاز رشاد حج يحيى
جهاز رشاد حج يحيى مسجل على اسمه، مسجل على اسمه في الهند ولا في الصين ولا في كل تايلاند؟ العالم، في كل العالم. جهاز اللي بيركب في السيارة، وهو جهاز راح يوصل للمستهلك في أقل أسعار، في سعر يعني لكل جيبة ممكنة. اللي بيحسبهاش صاحب سيارة جديدة أو عتيقة بيحسبش إنه أنا بدي أركبه بده يكلف، الإشي مش مكلف. مش مكلف. أيوة نعم. الإشي بيكون مش مكلف، ولكن باتنت ابتكار اللي هو مش مكلف نعم. اللي بده يستعمله، للي بده يشتري، وإنما صحي أكثر للسيارة. للجيبي وللسيارة. للسيارة 100%. لأنه بحالة إنه بصير خطأ يعني تعبئة الديزل مكان البنزين، هناك تكاليف بعضها، وأحيانا يعني عطل بالموتور بصير عندك، في عندك نعم. عطل بالسيارة، في عندك نعم. السيارة لما تعبي لها سيارة جديدة من تعبي لها بنزين بدل ديزل، في عندك عطل، في عندك أحيانا تخريب المحرك كليا، تخريب المحرك كليا. نعم. في عندك نعم. كل زي ما قلت، في عندك مش أقل من آلاف شواكل يعني بده يكلف. صحيح. ولما تبقى أيوة، ولما تبقى الشكفة هاي موجودة في السيارة، نعم، انت بتمنع عن حالك التكلفة. صحيح. انك تغلط، بتمنع الغلط. صحيح. ما توجهت لشركات مثلا مثل شركات تأجير السيارات، ليسينج، اللي عندها آلاف السيارات، ما توجهت لهم أو ما توجهوا لك؟ لأنه هم هؤلاء أصحاب الشركات أكثر ناس اللي بيستفيدوا من هاي الشغلة، عدا عن طبعا القطاع الخاص، أصحاب السيارات الخاصة، ولكن أيضا القطاع العام اللي مثل تأجير السيارات، ليسينج، أو أصحاب شركات اللي عندها سيارات كثيرة. فاهم علي؟ ما توجهوا لك أو ما توجهت لهم؟ لا، إحنا ما توجهوا لي وما توجهت لهم. إحنا القطاع مش بس ليسينج، إحنا بقطاع سيارات العالم. إحنا بنحكي على مستوى عالمي. الابتكار جديد، يتسجل جديد. إحنا صحيح، بس هو الابتكار يعني يعود بالفائدة أكثر شيء لصاحب أكثر عدد سيارات موجودة. أنت فاهم علي؟ يعني شركة اللي عندها 100 سيارة، هذا الابتكار هو جدا مجدي لهم. أكيد جدا. فاهم علي؟ يعني أكثر من واحد عنده سيارة واحدة. أكيد. بس إحنا بناخذ الموضوع إنه اللي عنده سيارة واحدة بيستفيد منه، واللي عنده 100 سيارة بيستفيد صحيح. منه. وعندك شركات التأمين اللي الغلط بيوقع على شركة تأمين برضه، مش بس على صاحب السيارة. نعم. أو على اللي عبى غلط. إحنا في أشياء كثير. نعم. اللي حاليا إحنا بندرسها. نعم. ولما نخلص دراستها كلها إحنا بدنا ننزل على السوق إن شاء الله في كل الدراسات تاعتنا، شو إحنا بدنا نساوي بالضبط، مع مين بدنا نشتغل ومع مين بدنا نسوق ومين بده يسوق لنا. نعم. يعني رشاد حج يحيى سوف يكون اسمك عالميا إن شاء الله في هذا الجهاز، من خلال هذا الجهاز وابتكار هذا الجهاز. نحن في مراحل تقريبا قطعنا شوط كبير من المراحل أكيد لابتكار هذا الجهاز. ما يعني المرحلة المهمة هي والنهائية كانت النهائية هي المستثمرين والمبادرين، ونفضل بأن يكون حسب طبعا تعبيرك من الوسط العربي، إذا هناك مستثمرين يدخلوا في هذا المجال معك. أكيد إحنا بنفضل من الوسط العربي. إحنا مش تفضيل بس وسط عربي، إحنا المجال مفتوح كليته بكل العالم. نعم. إحنا إن شاء الله عندنا الشهر اللي جاي علينا عندنا القعدة مع الشركة اللي خططنا والمهندسين إنه بدهم يطلعوها عالميا. هسا إحنا عملنا لقاء طبعا هو طبعا عالميا. أيوة إحنا بدنا نطلعها هسا بعد ما نعمل خلال الأشهر القريبة، يعني شهرين بدنا نطلع الجهاز، وبعدين إحنا بدنا نطلعوا على مستوى العالم في كل قنوات التلفزة في العالم كليتها إن شاء الله. ومن اللحظة اللي بنزل فيها الجهاز، دعاية الجهاز إنه جاهز، إحنا بننزل للسوق إن شاء الله. سننطلق إلى السوق. سننطلق إن شاء الله. يعني إحنا أول ناس. أنت أول واحد لأنك جاري. حبيبي رياض. رشاد حج يحيى، أتمنى لك النجاح حبيبي، الله يسعدك. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنه يوفقك بما يرضاه على هذا الابتكار النير والخير.
من ضمن صوتنا لصوتك ان شاء الله، وان شاء الله انه بيسمعونا وبيشاهدوا هالحلقه المستثمرين والمبادرين وكل من يريد ان يدخل كمستثمر او كمبادر مع رشاد حج يحيى حول هذا الجهاز المبتكر عالميا لتشخيص بين الديزل والبنزين، فهو يعني مرحب به. كيف بدهم يتواصلوا معك؟ عن طريق احنا لنا لقاء ثاني معك رياض، استاذ رياض. عندنا ميعاد ثاني معك ان شاء الله في الاسابيع القريبه جدا، واحنا بنحط عنوان للشركه. احنا بنكون واصلين للجهاز نفسه في الاسابيع القريبه تقريبا للجهاز نفسه، فبنحط شو اسم الشركه وكيف الواحد بده يتواصل معنا وكيف بده يفوت معنا 100%. ايضا من خلال موقع حيلة بامكانكم التواصل معنا عبر موقع حيلة، واحنا اللي بيعجب الموضوع بيقدر يتواصل معك رياض ان شاء الله يوصل لنا ان شاء الله. رشاد حج يحيى شكرا جزيلا حبيبي. مرة أخرى أتمنى لك التوفيق والنجاح وإلى الأمام. مشاهدينا الكرام، يعني أيضا هذه أمور تثلج الصدر وتفرح قلوبنا عندما نسمع وعندما طبعا نلتقي مع شخصيات وشباب تبتكر وتصنع وتعمل من أجل مجتمع ناجح ومتقدم. وهذا ابتكار حصري وعالمي حقيقة، يعني شيء مفرح وفخر واعتزاز، وخاصة لرشاد حج يحيى الذي ابتكر هذا الجهاز عالميا. شكرا جزيلا لكم، ولا يسعني الا ان اشكر ضيفي الكريم المبتكر الحصري رشاد حج يحيى، وشكرا للزميل حسني صوان الذي رافقني بهذه الحلقة، وتحياتي انا رياض حج يحيى. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، اتمنى لكم اجمل اوقات وامتع اوقات.